هل ممكن شخصية في الرواية أسلوبها في الكلام يتغير مع شخصية التانية؟ أكيد. ده بيعتمد غالبا على حاجة من التلاتة: الموقف اللي احنا فيه، طبيعة العلاقة ما بين الاتنين، والحدود بتكون عاملة ازاي. عشان كده بطل الرواية زيد لما بيجي بيتكلم مع جده بيتكلم باحترام، مع والدته بكراهية لأن هي سابته وهو صغير، رجعت بعد ما كان كبر وهو دلوقتي مش طايقها، مع مراته بحب، مع بنته برحمة. ف وهو بيتكلم مع جده هو بيتكلم بأدب باحترام وبيسمع الكلام، يعني الكلمة اللي جده بيقولها هو ما بيتنيهاش. ولكن بيحصل موقف ان الجد بيهين مراته لسبب او لآخر، هنا الوضع بيتغير. يعني بيزعقوا مع بعض، بيتعاركوا، ويمكن كمان بيتوعد ان هو يطلع من البيت ومش هيرجع تاني. ولكن دايما بيكون في حدود، يعني مثلا هو استحالة يهين او يشتم جده. طيب تعالوا نشوفه بقى مع بنته بيكون الموضوع عامل ازاي. احنا قلنا ان هو بيتعامل معاها برحمة، فبالتالي طلباتها اوامر، بيدلعها، بيكلمها بهدوء، بيعاملها بحنان. ولكن حصل موقف ان هو اكتشف ان هي اخر 3 ايام ما كانتش بتروح المدرسة وانما بتروح حفلات مع اصحابها. هنا الوضع هيتغير، هيبدأ ان هو يبقى عصبي، هيشك في كل حاجتها وهيرفض حاجات كتيرة جدا، واكيد مش هيكلمها زي الاول. ولكن هو استحالة مثلا يتعدى الحدود بان هو مثلا يضربها. عشان كده عزيزي كده، ايوه ممكن عادي اسلوب نفس الشخص يتكلم مع كذا حد وكل مرة يكون باسلوب مختلف. وعلى فكرة ده الطبيعي. يعني مثلا ممكن يكون زيد بيعامل كل واحد في صحابه باسلوب، واحد بيكلمه باسلوب قوي وبحزم، وانما مع حد تاني بيكلمه بهدوء، على حسب شخصية كمان اللي قدامه. ده بيدل على الذكاء العاطفي. لو عايزين امثلة اكتر من كده ما تنسوش تقولوا لي في comments.